أكيد أغلبكم سمع بالحوادث اللي صارت آخر فترة بأمريكا من اغتيال لناشط سياسي اسمه تشارلي كيرك لجريمة ضد لاجئة أوكرانية اسمها أرينا. كل هالحوادث اللي انتشرت بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار. لهيك اليوم أنا جاي أحكي لكم كل التفاصيل عن هالحادثتين وشو هي الخلفيات والأجندات اللي ممكن كانت السبب باغتيال تشارلي، ومين هو الشخص اللي نفذ الجريمة ضد أرينا، وشو هو تاريخه الجنائي. كل هالشغلات هي وأكثر رح نحكيها بهذا المقطع. لهيك بدون أي مقدمات طويلة خلينا نبلش. بالبداية رح نبلش بقصة تشارلي وأعطيكم لمحة عنه. تشارلي كيرك ناشط سياسي أمريكي، ولد بسنة 1993 وبعمر 18 سنة أسس منظمة اسمها Training Point USA يلي الهدف منها تغيير عقول الشباب الجامعيين وسحبهم من اليسار للمعسكر المحافظ. وخلال سنوات قليلة تحول من مجرد طالب لشخصية إعلامية ضخمة وضيف دائم على البرامج السياسية، ومؤلف لكتاب اسمه The Mega اللي نشره بسنة 2020. وهذا الكتاب كان مثير للجدل لأنه شرح فيه رؤيته لأمريكا من خلال عيون الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، واعتبر أنه أفكار ترامب هي الطريق الوحيد لإنقاذ أمريكا من اليسار ومن الديمقراطيين. والكتاب هذا هاجم بشدة الديمقراطيين ووسائل الإعلام التابعة لهم وحتى بعض الجمهوريين المعتدلين، وهالشي هذا خلاه يتحول لصوت صريح ومباشر للتيار الشعبوي المحافظ. ولكن من الجانب الآخر كان عنده آراء تدعم الصهيونية وبتعارض العرب وباقي القوميات، وهالشي هذا شفناه بشكل واضح بخطاباته ومداخلاته الإعلامية لما كان يدعم بشكل مطلق إسرائيل ويهاجم العرب والمسلمين والقوميات الثانية بحجة أنهم تهديد لأمريكا ولقيمها. وهو كان من أبرز الأصوات اللي دفعت بالشباب المحافظين أنهم يتبنوا مواقف معادية للعرب ومؤيدة للصهيونية. وهذا الموقف خلى صورته عند كتير من الناس بالشرق الأوسط أنه هو مجرد بوق للمصالح الإسرائيلية الأمريكية. بالمقابل أنصاره كانوا يعتبروا أنه صراحته ودعمه لإسرائيل هو دليل على ثبات مبادئه وحمايته للمسيحية الغربية، بينما خصومه شافوا أنه هالمواقف جزء من خطاب عنصري وعدائي وزرع للكراهية أكثر بالمجتمع الأمريكي. والإشي اللي شهر تشارلي هي مقاطع المناظرات اللي كان يعملها بالجامعات الأمريكية واللي كانت تنتشر بشكل كتير كبير على التيك توك والإنستغرام، وكان من خلالها يتم طرح كتير أسئلة على تشارلي، وكان يحاور كتير عالم بخصوص كتير مواضيع بتتعلق بالشرق الأوسط أو حتى بأمريكا والداخل الأمريكي. ووحدة من أهم الشغلات اللي كان يدعمها ويروج لها بشكل كتير كبير هي فكرة انه من حق المواطن الامريكي انه يكون عنده سلاح يحمي فيه نفسه ولو كان هالاشي هاد عم يسبب زيادة بحالات الاعتداء المسلح. ونظريته بتقوم على فكرة انه كل اشي ايجابي فيه له سلبيات، وهي السلبيات لفكرة حمل السلاح اللي هي زيادة حالات العنف لازم نتقبلها بمقابل الحصول على الايجابيات. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. واستند بكلامه على التعديل الثاني للدستور الأمريكي اللي بيمنح الناس الحق بالاحتفاظ وحمل السلاح، وبيقول إنه هالحق مش بس للدفاع عن النفس بل كمان كضمان ضد أي طغيان حكومي محتمل. وكان دائما يأكد إنه زيادة الحوادث والعنف هي الثمن لازم يتحمله المجتمع مقابل إنه يحافظ على حرية الفرد وحقه بالدفاع عن نفسه وحماية عيلته. أما خصومه فكانوا بيردوا على هالنظرية هي إنه بتتجاهل الواقع، وإنه وجود أسلحة أكثر مع المواطنين عم يرتبط بزيادة الجرائم والاعتداءات المسلحة والحوادث العرضية، وبنظرهم إنه الحرية لازم تتماشى مع المسؤولية عن حماية أرواح الناس، وإنه في طرق لتنظيم السلاح بدون ما تنتقص من الحقوق الأساسية، مثلا فحوصات الخلفية تكون أقوى أو قيود على الأسلحة الهجومية. لكن تشارلي كان ضد كل هالقيود هي، وعنده إيمان إنه أي قيد هو استهداف للحرية. وموقفه هذا من السلاح كان جزء كبير من الخلاف حوله، ومثل ما حكيت لكم قبل أنصاره شافوا فيه ثبات ومبادئ، وخصومه شافوا فيه تغاضي عن خطورة فعلية عم تقتل الناس بالشارع. وبسبب هالمواقف هي زادت النظريات السلبية ضده وصار هدف نقد لشرائح واسعة من المجتمع. وهذا واحد من العوامل اللي بتخلي سؤال مين المستفيد من اغتيال تشارلي معقد وواسع النطاق. وهون رح نحكي أكثر عن أعداء تشارلي اللي هن ضده بكتير أفكار بيطرحها، ويمكن يكون أهمهم هو اليسار الأمريكي المتمثل بالحزب الديمقراطي، خصيصا السياسيين اليساريين المتشددين اللي بيحاربوا خطابات تشارلي وبيشوفوه خطر على سياساتهم
بخطابهم الانتخابي، والأعداء الثانيين هن الناشطين التقدميين وحركات الشوارع مثل ناشطي العدالة الاجتماعية والنقابات الطلابية والحركات المناهضة للعنصرية اللي كانت تشارلي دائما يواجههم بالجامعات ويعمل مناظرات معهم. ولكن غير اليسار في جهات تانية كانت من أهم أعدائه، وأولهم هن جماعة الإعلام الليبرالي والبرامج الإخبارية، لأنه كتير من القنوات والمذيعين كانوا بيهاجموه بشكل كتير كبير، وبحسب رأيهم عنده تناقض بالسياسات وتصريحات مثيرة للجدل، وهدول صاروا جزء من حملات التشهير ضده ببعض الأحيان. وثانيا المنظمات والمجموعات المعادية للصهيونية أو المناهضة لإسرائيل، لأن تشارلي مثل ما حكينا قبل كان من المؤيدين الواضحين لإسرائيل، وهالمجموعات هي شافته مدافع عن سياسات عم يرفضوها، وصار في احتكاك كتير كبير بين الطرفين خصيصا آخر سنتين. ولكن هون خلينا نحكي واقع شوي، لأنه هالمجموعات هي كلها عندها أسباب أنه تنتقده وتعاديه، وكتير منهم عنده حضور قوي على الساحة العامة والإعلامية. بس مهم نأكد على شغلة، أنه وجود عداء أو نقد ما بيساوي دليل على تورط بأي أعمال عنف، والفرق بين أني اختلف معك وأني خطط لأذيتك كتير شي كبير وأساسي. ولكن في إشي غريب صار قبل وفاته بأسبوعين، وهو أنه رفيق تشارلي نشر تغريدة بيحكي فيها أنه تشارلي خايف أنه يتم اغتياله بسبب معارضته للصهيونية ضمنيا، بالرغم من أنه بيظهر أنه هو داعم كتير كبير إلها، وما في أي مصادر بتحكي عن علاقة أي جهة خارجية بالإشي اللي صار مع تشارلي. ولليوم هاد ما تم نشر أي تقارير رسمية بتحكي عن السبب الرئيسي لاغتيال تشارلي. وهلأ خليني انتقل لقصة أرينا اللي برضو انتشرت بشكل كتير كبير. أرينا هي لاجئة أوكرانية عمرها 23 سنة، ولدت بكييف بأوكرانيا، وإجت مع عائلتها على أمريكا بسنة 2022 هربا من الحرب الروسية، وكل أصدقائها بيوصفوها كحدا هادي متواضع كتير خجول. ولكن المصادفة المأساوية أنها صارت ضحية لجريمة بشعة بيوم 22 أغسطس 2025 بقطار بمدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية. كانت جالسة على كرسيها وفجأة ظهر وراها رجاني اللي كان اسمه ديكاريوس براون جونيور وعمره 34 سنة، اللي قرر بدون أي سبب أنه يعتدي عليها وينهي حياتها. وبعد هيك طلع براون من القطار وترك أداة الجريمة ورحل للمحطة الثانية بكل سهولة. ولكن المثير للانتباه أكثر هو قصة الجاني اللي هو ديكاريوس براون جونيور. هالشاب عنده سجل طويل مليان مشاكل مع القانون، وتم إلقاء القبض عليه أكثر من مرة بسبب سرقات مسلحة، سطو، وحتى اعتداءات جسدية. مش بس هيك، كمان تم توجيه تهم له بسوء استخدام نظام الطوارئ 911، وكان دائما على علاقة مع المشاكل القانونية والاعتداءات اللي كانت تصير بمنطقة سكنه. والأغرب من هيك انه بالرغم من كل هالسجل هاد، آخر مرة تم إلقاء القبض عليه تم إخلاء سبيله، وما تم الحكم عليه بأي عقوبة تمنعه من الرجعة للحياة الطبيعية. لهذا السبب تخيل انه شخص عنده كل هالتاريخ هاد كان حر بالشارع، وكأنه القانون ما أخذ بعين الاعتبار انه ممكن يسبب كارثة. وهالإشي هاد خلق حالة غضب واستنكار كتير كبيرة عند المجتمع الأمريكي، والناس صاروا يتساءلوا ليش تم السماح لهيك شخص عنده جرائم متكررة انه يكون حر، وهل يا ترى في ثغرة بالقانون الأمريكي اللي يعتبر واحد من أقوى القوانين بالعالم، أو بس حظ سيء خلى بنت بريئة مثل أريانا تصير ضحية لهيك شخص. هالتفاصيل هي كلها بتخلي الحادثة مأساة كبيرة، لأنه صار فيها شعور عند الناس انه النظام ما عم يقدر يحمي الناس بشكل كافي، وانه كان ممكن يتجنب وقوع هالجريمة هي لو تم التعامل مع سوابق الجاني بطريقة مختلفة. ونتيجة للضجة الكبيرة اللي طلعت من خلال هاي الحوادث، الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عن حملات أمنية قوية ضد الولايات اللي عم بيصير فيها أعمال عنف. ومش بس هيك، لأنه البيت الأبيض كمان أصدر بيان صحفي كامل لحتى يحكي عن الحدث اللي صار، والسبب هو التأثير الكبير اللي سببه هذا الحدث، كونه الثقة بالنظام الأمني صارت تنخفض، والعالم بلشت تنشر اعتراضاتها، والموضوع تحول لترند. طيب هلا خليني أعطيكم رأيي الصريح بالحادثتين تبع تشارلي وتبع أرينا. أولا بخصوص حادثة تشارلي، القصة بالنسبة إلي مش بس عن اغتيال شخص مشهور أو ناشط سياسي، القصة أعقد من هيك بكتير. وتشارلي كان عنده أفكار قوية ومثيرة للجدل، وهذا خلق له أعداء طبيعيين بسبب اختلافهم مع خطاباته. بس إذا بنحكي بمنطق، وجود خصوم أو انتقادات ما بيعني بالضرورة إنه الواحد منهم لازم يكون قتله. والحقيقة بالنسبة إلي إنه لازم نفرق بين العداء السياسي والفكري وبين التخطيط الفعلي للجريمة. يعني من الناحية الواقعية، أي تحليل لأي اغتيال سياسي لازم يبدأ بعوامل واضحة، مين عنده المصلحة المباشرة، ومين قادر أن ينفذ هذا الفعل، وشو هي الأدلة اللي بتربط الحوادث ببعضها. وهون لازم نعترف إنه أعدائه كانوا كتير كتار، من اليسار السياسي إلى الإعلام أو حتى بعض المجموعات المتطرفة، بس كل واحد منهم عنده مستوى مختلف من القدرة الفعلية على تنفيذ هيك عمل عنيف. وبالأخير حق أي شخص إنه يعبر عن آرائه بحرية بدون ما يتم التعرض له للتهديد أو التخويف بسبب هاي الآراء السياسية أو الفكرية. أما من ناحية حادثة
حادثة أرينا، فهي المأساة مختلفة تماما. وهون المنطق واضح، الشخص اللي ارتكب الجريمة كان عنده تاريخ طويل مع القانون وفي عنده سوابق جنائية واضحة، ومع هيك تم السماح له انه يكون حر. هالشي هاد خلق فجوة بين النظام الأمني والنظام القضائي، وصرنا نلاحظ كيف أي تقصير بالقوانين والتعامل معها عم يؤدي لمشاكل وكوارث حقيقية. ولحتى اختصر لكم الموضوع، حادثة تشارلي فيها عنصر غموض سياسي وتحليلي، وهذا السبب اللي بيصعب الوصول للمتسبب الحقيقي مباشرة، بينما حادثة أرينا واضحة من ناحية السبب العملي، تقصير بالقانون ونظام حماية المواطنين.